ثلاث فنانين مختفيين للأسف. رقم واحد بالنسبة لي يا جماعة هو شريف رمزي. الراجل ده يا جدعان يمكن ما عملش أعمال كتيرة أوي أو حاجة، ولكن هو ليه بصمة كل الناس تعرفه، مشهور جدا. يعني شريف رمزي ده في فنانين مثلا عملت أكتر منه أعمال تحس إنها ما بتعرفش، الناس ما بتعرفش اسمها، يعني مش مشهورين خالص. لكن هو الراجل ما شاء الله كان ليه بصمة جامدة جدا. غير كده هو الراجل ما شاء الله يعني ابن ناس، بس عارف انت لما عمل دور حد شوارعي في عجميستا كان جامد فشخ. انت فاهم، في ناس كتير ما بتعرفش تعمل كده على فكره. الراجل ده مختفي بقاله فتره، انا ما اعرفش ليه، بس اتمنى ان هو يرجع يمثل تاني بصراحه. اما الفنان رقم اتنين هو مختفي لانه بيعمل اعمال ملهاش لازمه، هو احمد الفيشاوي. احمد الفيشاوي يعني من بعد ولاد رزق ما حدش يعرف ان هو بيعمل اعمال، لكن لا، هو بيعمل على فكره افلام بس ما حدش بيشوفها خالص. وما اعرفش ليه هو بيعمل كده، ولكن نتمنى الفتره اللي جايه نشوفه في اعمال كويسه، ويعني يفوق كده معانا، انتوا فاهميني، لان بصراحه الراجل ده موهبه. بيفكرني كده بجاريس بيل، اللي هو انت جامد فشخ واحنا عارفين انت جامد فشخ وانت عارف ان انت جامد فشخ، بس انت مكسل، او اللي هو انت فكك، يعني اللي هو خلاص الناس عارفه ان انا جامد وانا جامد فعلا، فكك يعني، انت فاهم. وانا بحس ان دي طريقه تفكيره يعني. اما الفنان رقم ثلاثة اتمنى تكتبه لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. ما تنساش اللايك. سلام.